السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم كاملين. كيف ما شفنا مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي ولات بحال شي محكمه، اللي عنده شي مشكل كيجي كيطرحو في مواقع التواصل الاجتماعي، في بلاصه ما يمشي للقانون ولا القضاء كيجي لمواقع التواصل الاجتماعي كيبقى يتشكى وكيبقى يتضحى. باش كيبدا هادشي؟ كيبدا بالمعاطيه والكلاشات وسب فيا ونسب فيك وعطيني نعطيك، وكتطور الامور وكتولي في واحد الحوايج اللي هي كبار. كيف ما شفنا مؤخرا الموضوع اللي هو رائج، الموضوع ديال الاخ رضا ولد الشنويه. كيف ما كتعرفوا كاملين خرج واحد الفيديوهات واحد الاوديوهات اللي كيتهموا هذا الاخ هذا بان كيدير شي مسائل اللي هي كبيره وخطيره. كيقول لك ها الدعاره، ها القواده، ها المثليه، ها الشعوذه، ها النصب والاحتيال، ها الابتزاز، ها ما نعرف. هادشي فقط كيبقى اتهام. المجرم بريء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. الاخ رضا كيبقى بريء ما حد ما كاين حتى شي اثبات، وما حد ما تدخلات السلطات وحقات، وما حدش ما كاينش حكم قضائي. كيبقى بريء الى ان تثبت ادانته. القاضي كيعطي البراءه لفائده الشك او فائده اليقين. يعني الا كان متيقن راه كيعطي البراءه لفائده اليقين، ولا كان عنده شك كيعطي كذلك البراءه على فائده الشك. كيف ما كنعرفوا خرجوا اوديوهات، خرجوا فيديوهات. ماشي الدراري الاخ لا بدر ولا الجوكر ولا الشعبي، ماشي هما اللي جابوا هذا الشيء، هما فقط توصلوا بميساجات، رسائل من عند الضحايا اللي كيتهموا هذا الاخ بان وقعوا معاه في مشاكل، وبان تعرضوا للقواده، وبان تعرضوا للتجاره في البشر، وبان تعرضوا للنصب والاحتيال. الدراري شافوا الادله، شافوا الاوديوات، شدوا داكشي حطوه. الاخ رضا الملقب ولد الشنويه كاين فيه هادشي، كيقول لك هادشي ماشي ديالي، ولكن الناس هادشي فات مواقع التواصل الاجتماعي وخرج للراي العام وتحط في منصات منهم، شوف التيفي وبزاف ديال المنصات وهضر عليهم الراي العام. وحنا مقبلين على كاس افريقيا، مقبلين على كاس العالم. الوغ هادشي كيقيس بالصوره ديال البلاد. الوغ خاص السلطات، حنا كناشدوا خاص السلطات تدخل، خاص الفرقه الوطنيه والشرطه القضائيه برئاسه النيابه العامه خاصهم يتدخلوا ويحققوا في الموضوع. علاش؟ باش لا كان هذا الاخ رضا بريء، هاد الناس هادو اللي جاو ظلموه واتهموه خاصو، ماشي كنهضرش انا على الدراري اللي جابوا داكشي، الناس الضحايا اللي اتهموه وجاو كذبوا عليه خاصهم ياخذوا العقاب ديالهم. حيت ماشي اللي ناض في السوشيال ميديا ينوض ويتهم شي واحد هذا دار لي فعل لي ويكذب عليه، وكيف ما قال لك فركوا الفيديوهات وداكشي خاصهم يتعاقبوا. ولكن الا كان هذا الاخ رضا فعلا مرتكب هذه الجرائم وفعلا دار كيف ما كيقول هو، كيقول لك مستعد للمساءله القانونيه، كيقول لك داكشي ماشي ديالي، ولكن فعلا لا تبت التحقيق خاصهم يبحثوا، خاص التحقيق يكون في هذا الشيء. باش الا كان فعلا داير هذا الشيء خاصو يتعاقب وخاصو ياخذ الجزاء ديالو على هذا الشيء اللي دار. علاش؟ حيت كيف ما كنشوفوا المساله راه مساله ماشي عاديه، مساله كتقيسوا مع ديال البلاد. راه البلدان كيتفرجوا فينا، هذا الشيء راه كبر، الناس كتبقى تسمع قواده، ابتزاز، مثليه، شعوذه، نصب واحتيال. ملايين كيسمعوا ديور، كيسمعوا فلوس، كيسمعوا طوموبيلات. يعني القضيه راه كبيره. الوغ شكون اللي يتدخل في هذا الشيء؟ خاص الدوله اللي تدخل. شكون اللي غيفتح تحقيق؟ النيابه العامه. شكون اللي غادي يعمق البحث؟ الضابطه القضائيه برئاسه الفرقه الوطنيه. كيف ما كنعرفوا المغرب راه تبارك الله وصل لمرتبه عاليه في الامن، حيت هادشي كيضرب في الامن ديال البلاد بحال اللي ما كاين السيبه في البلاد. الوغ هادشي ما خاصش يتسكت عليه. الا كان هاد السيد هذا بريء خاصو يثبت، خاص تثبت البراءه ديالو، خاص داك الناس اللي اتهموه ياخذوا الجزاء ديالهم. ولكن الا كان هاد السيد داير خاصو حتى هو يتعاقب وياخذ الجزاء ديالو. المغرب تبارك الله راه مشى بعيد، راه خدا نيابه نائب رئيس الانتربول. عرفت شنو هي نائب رئيس الانتربول؟ اول دوله عربيه وافريقيه كتاخذ هذا المنصب هذا. المغرب كيعترفوا به عالميا في الامنيات وفي الامن، ومعروف بلاد الامن والامان لدرجه انهم عطاونا ننظموا كاس العالم وكاس افريقيا، وجميع وبزاف ديال التظاهرات والمحافل الدوليه كتنظم في المغرب على حقاش معروف بالامن والامان. الوغ خاص الدوله تدخل وتفتح تحقيق في هذا الموضوع، لان الامور خرجت من الكلاشات والسوشيال ميديا وخرجت الارض الواقع، وخرجوا لنا واحد القصص اللي هو كبيره، وخرجوا لنا هذا الشيء خاصو يبحثوا فيه، وهما اللي غادي ياكدوا واش هذا الشيء صحيح ولا كذوب. حيت ما يمكنش هذا الشيء يمر مرور الكرام. وغادي نوليو نرجعوا لهذا الشيء كامل. منين كيجي هذا الشيء الخوت كامل؟ كيجي بهاد المعاطيه وبهاد الكلاشات ديال مواقع التواصل الاجتماعي. هادشي شوف راه مني وجبد، راه كتكون جالس داير اللايف ديالك كتكون ترونكيل، حتى تينوض واحد كيسب لك والديك ويقذف فيك ويسب لك في المحصنات وما عرف شنو كيخلي يدير. كضطر انك نتايا كتنوض انك دير بحالو وتنزل للمستوى ديالو وتتعاطى معاه وتتكلاشا معاه. لهذا انا كنوجه رساله ديالي للسيد المدير العام للامن الوطني عبد اللطيف الحموشي ووزير الداخليه والشرطه الالكترونيه باش يعطيو التعليمات ديالهم. خاص الشرطه الالكترونيه تدخل، هي اللي خاصها تحد من هذا الشيء، لحقاش الدوله والشرطه الالكترونيه والامن الوطني هو اللي عنده البوفوار باش يحبس هذا الشيء. علاش؟ اي واحد كيطلع اللايفات ويقذف في ولاد عباد الله ويسب عباد الله ويخسر الهضره خاصو يعيطوا له ويتصنتوا له ويديروا له محضر. علاش؟
لا شدوا الاول وداروا له محضر، اجي انت لهنا الشريف كنتي كتخسر هضره وكتسب في اللايفات وكدير وكذا، اجي لهنا بلا ما يقدم لا انا لا الاخر لا والو، حتى واحد ما يقدم شكايه، تستدعيش الضابطه القضائيه الشرطه الالكترونيه، اجا الشريف لهنايا انت كتسب وكدير في اللايفات وكذا وهادي وهادي، زيد لهنايا بق محضر دفعوا للمحكمه، الحبس والخطيه الاول الثاني الثالث الرابع الخامس غتنقاد السوشيال ميديا لحقاش. ومع الاسف السوشيال ميديا المغربيه ولات مزباله، واتحمل المسؤوليه على الهضره اللي كنقول، السوشيال ميديا المغربيه ولات مزباله، كنشوفوا دعاره، كنشوفوا سب وشتم وقذف، كنشوفوا بزاف ديال الحوايج. راه حنا ما نمشيوش بعيد نشوفوا هادشي ديال رضا ولد الشينويه، راه غير في لايفات ملي كتلقى انت بنت معريه وكيدخل واحد كيدعمها في تيك توك مثلا وكتقول له دوز للبريفي، هذه راه قواده في حد ذاتها وامام الاعين ديالنا وحنا راضيين على هادشي. لحقاش هادشي خاص تكون عليه رقابه، شكون اللي غادي يراقب هادشي؟ الدوله. حنا كنثيقوا في الامن ديال البلاد وكنثيقوا في القضاء، راه مني وجبد. راه حنا بغات تقول لي ملولي انت براسك كنتكلاشا حيت انا كيجيو يكلاشيوني، انا براسي ما كيعجبنيش هذا الشيء، ولكن الدوله لا تدخلات ونقات لنا هاد الاوباش اللي كينوضوا هاد الزبل وهاد بنادم وهاد النيفو المنحط وبنادم اللي ما عنده ما يدار في السوشيال ميديا اللي ما لقى يدير يحل قناه ويبقى يسب في عباد الله. لا نقاو لنا هاد عباد الله، شدوا الاول الغرامه والحبس، الغرامه والحبس، الثاني الغرامه والحبس، الثالث الغرامه والحبس، غيتنقى حتى واحد ما غادي يولي يدير شي حاجه، اللي عنده شي محتوى غادي يطلع يقدمه، حتى اللي ما عنده والو غيطلع يضحك وينشط ويسد فمو، ما غيقذفش ويسب عباد الله. ولكن القوافل الدانيه كيطلع بنادم ويسب ويشتم ويسب في عباد الله كيف ما بغى وما كاين لا حاسب لا راقب. الوغ نورمالمون بنادم كيطغى، كيشوف الاول بنادم كيسب ما كاينش اللي كيهضر معاه، كيطلع الثاني كيطلع الثالث، كتشبك كتولي عندنا مزباله. راه حنا هادشي شوف، والمشكل والخطر في الامر ان حنا هادشي كنشوفوه من فنانين، كتلقى فنان كبار مغنيين وممثلين وكيتكلاشاو ويتعاطاو حتى هما في السوشيال ميديا. هنا يبان لك بان السوشيال ميديا المغربيه مزباله. ملي كتشوف انت فنان عاود ما يمشي يديها في المهرجانات ديالو ولا في الافلام ديالو ولا في السينما ديالو ولا ما نعرف بيجي كيتكلاشا وكيتسب، هنا تعرف المستوى الرديء اللي وصلنا ليه. راه خاص الدوله تدخل. ها هو المشكل كبر، كان كلاشات في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تطورات القضيه ولات فيها تجاره في البشر، ولات فيها قواده، ولات فيها شعواده، ولات فيها مثليه، ولات فيها خليه ديال الابتزاز، نصب واحتيال. شوف فين ولينا الدول فاش كيسمعوا هادشي كيقول لك المغرب هادشي راه ما كاينش الامن في المغرب، كاينه السيبه في المغرب. لا سمح لي، كاين الامن والامان في المغرب وكاين دوله الحق والقانون وكاين القانون. لهذا خاص فتح تحقيق. لحقاش الاخ رضا ولد الشنويه كيقول لك بان هادشي كذوب، مرحبا، حتى حنا داكشي اللي بغينا، نتمناو يكون مظلوم، حتى حنا ما نبغيو الاذيه حتى شي واحد. لا كان مظلوم ديك الناس اللي ظلموه، ديك الضحايا اللي جاو تفراو عليه خاصهم ياخذوا العقاب ديالهم. ولكن لا كان هاد السيد داير وظالم ومعتدي وداكشي اللي كيقولوا عليه بصح حتى هو خاصو ياخذ العقاب والجزاء ديالو. حنا ماشي بلاد السيبه، الناس راه كتصنت لهادشي كتقول لك واش هادشي في المغرب. الناس لدرجه ان كنشوفوا اللايفات في تيك توك 5 كا 6 كا حتى 10 كا وبدا حتى 6 الصباح 7 الصباح بنادم جالس كيسمع، حيت بنادم مصدوم، بنادم مخلوع من هذا الشيء، بنادم كيقول لك واش هذا الشيء في المغرب، واش هذا الشيء كاين في المغرب. ولكن لا تساهلوا مع هذا الشيء وما كان لا تحقيق ما كان والو ومر مرور الكرام، راه غدا لا يقول لك بنادم هو هذا ولد الشينويه ولا فلان ولا فلانه هي قواده دعاره شوش الاوديوات الفيديوهات. حنا ما عرفناش داك الشيء واش صحيح ولا مفبرك، الله اعلم. حنا ما نتهموا حتى شي واحد. الضابطه القضائيه الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه والضابطه القضائيه هي اللي غتفتح تحقيق وغتعرف ديك الاوديوات وديك الفيديوهات وتقلب وغتشوف وغادي تسول الناس وغتجيب ضحايا وغتعرف هادشي واش صحيح ولا غلط. ماشي حنا ما نقدروا نوجدوا اتهام حتى شي واحد، المتهم بريء حتى تثبت ادانته. حنا ما نبغيو الاديه لا للرضا لا لغيره، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. لهذا وبزاف هادشي شنو اللي ولينا كنشوفوا، اللي ناض عنده شي مشكل كيجي يطرحه في السوشيال ميديا، سير اخويا للقانون. فعاد ما تخرج في وجهك وتبقى تقلب على البوز وعلى لي فولور، سير للقانون، سير للقضاء. راه مني وجبد، عندك مشكل سير للقانون. كتلاقوا بقى بنادم يفعل لنا راس نفس ولا تيك توك ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولاو بحال اللي كنشوفوا محكمه، ولاو عندنا محامون سامون، ولاو عندنا واحد المحامين، ولاو عندنا قضاة. وبنادم ولا قاضي في تيك توك ولا قاضي في موقع التواصل الاجتماعي كيحل اللايف، وقاضي كيفتح الجلسه شويه يقول لك باسم جلاله الملك نفتتحوا هذا اللايف. وكاينوض اجي تعيط للضحيه، عيط للمتهم، درتي اراونا الدلائل اراونا كذا، وليتو كديروا الخدمه ديال القانون، وليتو تديروا الخدمه ديال القضاء. ولا اللايف اللي ناضي يهضر اجي نتايا طلع لهنايا هضر دار لك فعل لك، ولينا كنشوفوا محامون بنادم جالس ولينا كنسمعوا كيتخلص في البريفي اللي بحال اللي عنده الفلوس كيجيب 2 3 4 كيطلعوا يدافعوا عليه وكيغلقوا على واحد. كاين اللي كنشوفوا حنا ناس مظلومين وواحد كيجيب معاه 4 ديال كيتحاماو كيصدقوا المظلوم كيولي هو الظالم كيولي هو الضحيه.
علاش؟ ولينا كنشوفوا بحال الناس محامل، ولا كلشي كيفهم في القانون، ولا كلشي كيفهم في المساطير، ولا كلشي ما هادشي راه لا اله الا الله. لهذا نطالب كأنا كمواطن مغربي كهشام ملولي، أطالب السيد المدير العام، تحياتي ليه واحتراماتي ليه، المدير العام الامن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، والسيد وزير الداخليه والنيابه العامه، يخصهم الضرب من حديد في هادشي. التعليمات اللي كيسب في اللايفات اللي كيدير سد ليا هادشي، خاص الحنش يتقطع له الراس ديالو، غنتهناو من هادشي. حيت صراحه راه ولات الميوعه ولات السيبه، ولينا كنحشموا في هادشي. وحق الله راه كاع اللايفات ديال عباد الله وكاع مواقع التواصل الاجتماعي كنشوفوا الناس كتضحك وتنشط الى اللايفات ديال المغاربه السبان وسب فيا نسب فيه. حنا براسنا راه ما كنكروش نديروا اللايفات ديالنا نطلعوا نضحكوا ونشطوا، ما نهضروا مع حد ما يهضر معنا حد. ولكن مع الاسف كنلقاو راسنا داخلين في صراعات وفي نزاعات، وحتى حنا كنضطروا اننا نسبوا ونقذفوا بنادم باش ندافعوا على راسنا. حيت لما دافعتيش راسك كتحقر. حنا ما باغيينش نتسابوا مع عباد الله، ما بغيناش نقذفوا عباد الله، ما بغيناش ندخلوا في مشادات كلاميه ولا نتسابوا مع شي واحد. حنا بغينا نطلعوا نديروا لايفات ديالنا، اللي عنده شي حاجه يقدمها، اللي ما عندوش يتكملش ويرجع للور. نتمنى الخوت الرساله ديالي تكون وصلات. وهذا نداء للسلطات، خاص فتح تحقيق باش الاخر داوود الشنوي الا كان بارع خاص تثبت البراءه ديالو، ولا كان داير شي حاجه ياخذ العقاب والجزاء ديالو. وخاص كذلك يتعطاو تعليمات باش هاد السوشيال ميديا تنقى مني وجبد. اللي كيسب ويدير شي لعبه استدعاء المحكمه، دفع بنادم الخطيه والحبس، الخطيه والحبس. غادي تنقى هاد السوشيال ميديا، لحقاش البوفوار عند الدوله. حنا كنطالبوا الدوله، حنا كنثيقوا في الامن، داكشي كنطالبوا الامن. حنا كنثيقوا في الامن، والدوله هي اللي عندها البوفوار، وهي اللي تقدر تضرب بيد من حديد هاد الناس هادو، ماشي انا ولا الاخر ولا الاخر ولا اللايفات اللي غادي يديروا هادشي. راه الدوله هي اللي عندها البوفوار، هي اللي عندها السلطه وقادره تردع هاد الناس هادو. نتمنى الخوت ما نكونش طولت عليكم، ونتمنى الرساله تكون وصلت، وتحياتي لكم.